المهدي المنتظر موضوع كبير برشا. صحيح. وينه سيدنا المهدي؟ المهدي المنتظر هي عقيدة إسلامية. كل المسلمين يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله بشر في آخر الزمان يخرج رجل من عترته من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الوسط السني لا يوجد عندهم تفاصيل حول شخصية المهدي، من هو، اسم أبيه، نسبه مثلا الكامل، متى يولد، متى يخرج، لا يوجد أي تفصيل. في الوسط الشيعي المهدي مشخص، هو محمد ابن الحسن العسكري. نعتقد أنه ولد، وقد الجمهور يتفاجأ من هذه القضية، نعتقد أنه ولد في سنة 255 للهجرة وهو حي إلى يومنا هذا. صراحة سامحني، خذ راحتك والله سامحني، خذ راحتك والله سامحني. خذ راحتك. شنو حي قد عنده معناها قداش عمر؟ 200 ساعة هجري ولا ميلادي؟ هجري. قداش يطلع عمر؟ 1200 معناها. 1200 برشا. سيدنا نوح قداش عمره؟ نحكي على الانبياء. لا نحكي لا هي عمر عملهم ربي، وهذه زاد عملها ربي. خي ربي يعمل غادي يعمل شهناء ولا المعجزة باك في ابو هريره. سيدنا نوح قداش عمره؟ لحظه لا ابدا ما نعرفش عليه. تطورت الدنيا اخويا. لحظه هنا باش نوقف. ما جاوبتني. سيدنا نوح قداش عمره؟ ما نعرفش. قل لي انت. القرآن مسلم مش مسلم؟ مسلم. سماكم مسلمين. انا لا اعرف في الدين معناه. سيدنا نوح بقى يدعو قومه 950 سنة. 950 سنة فقط، هذه فترة الدعوة. هو عاش قبلها ولا نبي وبقى يدعو، صار طوفان وعاش من بعد. هذا القرآن مش نكذب به. الخضر شنو هو، نبي ولا مش نبي؟ فما شكون يقول نبي وفما شكون ما يقولش. الرأي المشهور الذي عليه جل المسلمين أنه مش نبي وأنه حي إلى اليوم. الخضر عندنا برشا عباد. لحظة، والخضر مع شكون كان في القرآن؟ مع شكون حكى؟ والله اللي من اليوم ما عادش نحكيو على المسلمين، حتى الكفار. لحظة سماكم مسلمين. الخضر مع شكون كان في القرآن؟ الخضر مع شكون كان في القرآن؟ مع شكون كان؟ قل لي. مع موسى. نبي الله موسى عنده توقف من 3000 سنة. باهي نجيو للكفار. علاش المسيحيين ما يعتقدوش بعيسى؟ عيسى تعتقدش انه حي؟ يا مسلمين عيسى مش حي؟ مش بل رفعه الله؟ نحكيو على انبياء هنا. لا، اولا نحكيو على المبدأ. المبدأ ممكن تكون حياة طويلة او لا. المبدأ هذا قرآني والقرآن أخبرنا به. فإذا واحد باش يضحك أو باش يضحك على القرآن. رجعنا القرآن نقوي والدوز لازم. تقوي في الدوز. ثانيا ما صدقش. انا ما صدقش. مش لازم نصدق. وباش نصدق اللي فما مهدي منتظر. وباش يتولد وش يكون انسان وانسان عادل والكلام اللي قلت الكل. اما عايش وكيف باش يخرج؟ كيفاش باش تعرف؟ ربي حتى كيفاش باش تعرف؟ يقول هو المهدي المنتظر. وكان جاك واحد تو هذا قال لك انا المهدي المنتظر، صدقوا؟ كيفاش تعرفوا عاش لا خليني مني انت تو شخص ما تعرفوش جاء خرج لك هذا قال لك انا المهدي المنتظر، وكان امراه قبل سنوات قالت المهدي المنتظر. فما ايمان وقتها انا اذا كان الايمان تاعي صحيح ولا مش صحيح. كيفاش تعرف انه هذا المهدي؟ سؤال كيفاش باش تعرفوا؟ لا انت جاوبني اول شيء وبعدين نجاوبك. انا مانيش باش نجاوبك خاطر انا لا اعلم وانت تعلم. جاوبني على. أنا واضح الإمام المهدي عندي مشخص هو محمد بن الحسن العسكري، صفاته كل تفاصيله الدقيقة مذكورة في النجم يجيك زاد الآخر يقول لك أنا محمد بن العسكري. يقول لك شكون شي هك أنت من نفس الموضوع. باش يجيك يقول لك أنا المهدي واسمي محمد بن كذا والنجم يضرب وراق زاد. تصدقوا؟ لا أنت تصدق بالأوراق، أنا غير. كيفاش تصدق؟ النبي كي يجيك نبي باش تصدقه بالمعجزة. احنا ما نصدقوه كان بالمعجزة كي يجي. نفس القضية، نفس المسألة، نفس المبدأ الذي به عرف الأنبياء
سيعرف الإمام المهدي، لأنه نحن عنا لا ليس بالنبي، ختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. هل انتظار المهدي نوع من الإيمان أو هروب من الواقع؟ هو إيمان بالواقع، إيمان يدفع نحو بناء الواقع. وأفضل دليل ملموس على هذا اليوم حركات المقاومة التي أمطرت إسرائيل بمئات الصواريخ في الفترة الماضية. المنطلق نحو هذا العمل المقاوم ضد إسرائيل هو الاعتقاد بهذه العقيدة التي قبل قليل كنت تسخر منها أو تضحك منها أو نخفوها بأي حالة تفدلك عليه. نفس هذا المعتقد هو عن نعمل لنا صاروخ ضد إسرائيل. لذلك شفتهم كيفاش مثلا بعض المقاومين الأبطال يقولوا يا مهدي مثلا، أو صاروخ اسمه يا مهدي أو غيرها من الأمور. لماذا؟ لأنه المعتقد الشيعي يقوم على أن الإسلام في نهاية الزمان هو الذي سيسود مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجور، وأن تكليف الناس هو الإعداد لهذه المرحلة التي تكون اليد العليا للإسلام. هذا الإعداد هو الذي يبني هذا الواقع، يعني ليست قضية تغييب عن الواقع. ورأينا الحمد لله يعني ما رأيناه يغني عن هذه المسألة. ليست قضية غيبية فقط، لا، قضية مرتبطة بالواقع ارتباط وثيق. وزاد حتى تحكي على المقاومين، فما المقاومين في كتاب عز الدين القصير نعم يقولون المهدي ولكن الذي أعطاهم السلاح شخص يقول المهدي، ولولا هذا السلاح لبقوا يقاتلون بالحجارة. يرحم والديكم هم اللي يرحم والديكم، فأما تذلونيش. لا أبدا هذا واجب وليس منا، بالعكس هذا واجب وتكليف ولا تعطيه السلاح مسلمين لا سنة ولا شيعة. وقت ذلني القسام ما مش مسلمين أكيد، طاش كفرتهم يوصل يعني نجيب له كليني خرج من الرسول وفاطمة وربي. لو كان هذا التمييز موجود لما أعطوهم وزودوهم بهذا الشيء باعترافهم وباعتراف الكل. الله يحفظك. ما شاء الله عليك. بصراحة معناها نتصور إنه لازم يكون إنسان ذا علم يحكي معك، خاطر في بودكاست نجم نسلك كما تبلوكيني بسؤالات دينية أنا لا أفقه فيها شيئا، معناها نجاوب كإنسان بسيط عادي، فهمت؟ بالعكس أنا أيضا سعدت وممتع. أما ما قنعتنيش، راهو أنا بسيط وعادي ما قنعتنيش. يا ودي مش لازم تقتنع، أهم شيء أنا خطابي للجمهور. أنا بيرسونال ما قطعتنيش. سيدنا الحسين